مراجعة لغتي الصف الخامس الابتدائي. هنراجع مع بعض القواعد المهمة اللي احنا هنكتبه هنا في الفراغ. هنا هنعرف جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون. واو ونون أو ياء ونون. طيب احنا هنا خلاص كتبنا وعرفنا جمع المذكر السالم هو ايه. في سؤال برضو على جمع المذكر السالم جايب لي أمثلة أو مفردات، وعايزني ازود لها واو ونون او ياء ونون، يعني احطها في صورة جمع المذكر السالم. طيب عندي اول كلمة صادق، فالصورتين اللي هما الصورتين الجمع المذكر السالم يبقى صادقون بزيادة واو ونون، وصادقين بزيادة ياء ونون. طيب تاني كلمة ساخر، هتبقى ساخرون وساخرين. صابر صابرون وصابرين. متجسس متجسسون ومتجسسين. تائب تائبون وتائبين. مغتاب مغتابين ومغتابون. تمام، يبقى كده خلصنا اول جزئيه اللي هي جمع المذكر السالم، وعرفنا الجمع المذكر السالم هو الجمع يعني اكثر من اثنين، يبقى ما دل على اكثر من اثنين بزياده واو ونون او ياء ونون على مفرده. انا هنا برضو كاتبه الاجابه او عشان لو حد عايز يصوره سكرين شوت اهو. التعريف اللي احنا هنكتبه ما دل على اكثر من اثنين بزيادة واو ونون او ياء ونون، والامثله اللي احنا قلناها اللي هي مذكوره في نموذج الاختبار برضو محلوله هنا. طيب هنيجي على السؤال الثاني في الاختبار في نموذج الاختبار، وهو عن الافعال الخمسه. طبعا دي اهم كده الدروس معانا اللي بتتكرر، مكرره في كذا نموذج، متكرر السؤال عن جمع المذكر السالم وعن الافعال الخمسه. طيب ايه هو تعريف الافعال الخمسه؟ هو كل فعل مضارع اتصلت به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه. هكتب التعريف برضو كذلك هنا في الفراغ. هقول الافعال الخمسه هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، والتعريف برضو موجود عندي في الكتاب في درس الأفعال الخمسة. طيب في سؤال تاني عن الأفعال الخمسة، هو إيه؟ طب لماذا تسمى بالأفعال الخمسة؟ هي متصلة بثلاث ضمائر فقط، ليه سميناها الأفعال الخمسة؟ الإجابة هتبقى لأنها ادي هنا مكتوبه، كتبت التعريف هي كل فعل مضارع اتصلت بألف الاثنين او واو الجماعه وياء المخاطبه. بعد كده السؤال لماذا تسمى بالافعال الخمسه؟ لانها تاتي في 5 صور. ازاي في 5 صور؟ عندي ألف الاثنين للحاضر والغائب، يعني زي مثلا كلمه هنا تعملان، انتما تعملان، انا بكلم اللي هو الحاضر، انتما يعملان هتبقى هما يعملان الغائب، يبقى انا كده الف الاثنين مره للحاضر ومره للغائب، ادي كده صورتين. وعندي ياء المخاطبه في صوره واحده اللي هو تعملين تعملين. الصورتين التانيين تبع واو الجماعه برضو مره للغائب ومره للحاضر، يبقى هقول هم يعملون للغائب وانتم تعملون للحاضر. يبقى هي 5 افعال او سميت بالافعال الخمسه لانها تاتي في 5 صور. تأتي في 5 صور، ألف الاثنين للغائب والحاضر، وواو الجماعة للغائب والحاضر، وياء المخاطبة اللي هي في صورة واحدة ياء المخاطبة، وعشان كده سميناها الأفعال الخمسة. بعد كده في سؤال تاني، يبقى كده 3 أسئلة على الأفعال الخمسة: التعريف، ولماذا سميت بالأفعال الخمسة أو لماذا تسمى بالأفعال الخمسة، وأمثلة. يعني عندي أفعال ومطلوب إن أنا أحطها في يعني أجيب منها ال5 صور بتوع الأفعال الخمسة. عندي يشرب، ال5 صور هيبقوا إيه؟ يشرب يشربون تشربون، يبقى واو الجماعة للغائب والحاضر. يشربان تشربان، ألف الاثنين للغائب والحاضر. تشربين وهي صورة واحدة الياء المخاطبة. طيب الفعل اللي بعد كده اللي هو يلعب، يلعبون تلعبون يلعبان تلعبان تلعبين. الفعل الثالث اللي جاي في النموذج يذهبون، يذهب هتبقى يذهبون تذهبون يذهبان تذهبان تذهبين. يبقى كده عندي أول سؤالين مهمين عن جمع المذكر السالم، ولازم أي اختبار هيجي فيهم سؤال عن جمع المذكر السالم وعن الأفعال الخمسة. طيب عندي بعد كده برضو سؤال تاني وهو درس ثالث مهم جدا برضو، اللي هو مواضع الهمزة. السؤال بيقول: ما هي المواضع التي تكتب فيها الهمزة المتوسطة على الألف؟ امتى الهمزة تكون على الألف؟ عندي 3 مواضع، عندي 3 مواضع للهمزة تكون على الألف. امتى؟ إذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها مفتوح.
يبقى انا عندي الثلاث مواضع بقى ايه؟ اذا كانت الهمزه مفتوحه اتفقنا ان احنا هنبص على الهمزه، حركه الهمزه وحركه الحرف اللي قبلها. طيب اذا كانت الهمزه مفتوحه وما قبلها مفتوح، هتكون الهمزه على الف. طيب واذا كانت الهمزه مفتوحه وما قبلها ساكن، برضو هتكون على ألف. إذا كانت الهمزة ساكنة وما قبلها مفتوح هتكون على ألف. يبقى دي الثلاث مواضع اللي تكتب فيها الهمزة المتوسطة على الألف. رقم 1 إذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها مفتوح. رقم 2 إذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها ساكن. رقم 3 إذا كانت الهمزة ساكنة وما قبلها مفتوح. هكتب كده بالترتيب الثلاث مواضع دول في الإجابة عن السؤال. توضيح تاني عشان نعرف كويس الهمزة لأنها متكررة، عشان أسهل يعني الشرح. الهمزة مفتوحة وما قبلها مفتوح، مثل كلمة دأب 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 دأب. الألف عليها فتحة والحرف اللي قبله عليه فتحة، يبقى كده الهمزة هنا هتكون على ألف. طيب الهمزة ساكنة وقبلها مفتوح زي رأس رأس، الهمزة ساكنة وما قبلها مفتوح يبقى هتضع على الألف. طيب الهمزة مفتوحة وما قبلها ساكن زي هيأه هيأه، همزة مفتوحة وما قبلها ساكن، يبقى برضو دي الموضع الثالث اللي هيكون فيه الهمزة المتوسطة على ألف. لو هناخدها سكرين شوت تكملة برضو لشرح الهمزات اللي احنا كنا بنقول عليه دلوقتي. في سؤال تاني اللي هو وصل الحروف الآتية لتكون كلمة صحيحة. طبعا هو جايب لي كلمات كلها فيها همزة، يعني السؤال كده ده على درس الهمزات اللي احنا كنا لسه بنشرح فيه دلوقتي. انا عندي طبعا كل الكلمات 6 كلمات فيهم همزة. يا ترى كل الهمزة في كل كلمة من دول هتكون على، احنا قلنا يا اما تكون على ألف يا اما تكون على ياء يا اما تكون على واو. طيب انا دلوقتي لازم اشوف، لازم اقرا الكلمه واشوف ايه يعني حركه الحرف اللي قبلها، حركه الهمزه وحركه الحرف اللي قبلها. انا عندي تأمل تأمل تأمل. هو زي ما احنا قلنا القاعده اللي همشي عليها او القواعد اللي همشي عليها عشان اعرف الموضع الهمزه هيكون فين، او يعني الهمزه هتكون مرسومه على ايه، على ألف ولا على واو ولا على ياء. مبدئيا طبعا دي هنا همزة متوسطة، همزة متوسطة. طيب هعرف أنا أحطها على ألف ولا واو ولا ياء. الهمزة المتوسطة على الألف قلنا الثلاث مواضع اللي بتيجي في اللي بترسم على ألف فيهم. عندي هنا الأمثلة اللي هوصل الحروف، وطبعا هوصل الحروف عشان أكون كلمة صحيحة. طبعا كل الكلمات فيها همزة، والهدف هنا إن أنا أرسم الهمزة رسم صحيح. الهمزة هنا عندي همزة متوسطة. طيب يا ترى هتكون على ألف ولا على واو ولا على ياء؟ همشي على القواعد اللي قلنا عليها. أول قاعدة ببص على حركة الهمزة وحركة ما قبلها. تاني حاجة أحدد أقوى الحركتين، وبالتالي أشوف كل حركة تناسب حرف إيه وأرسم الهمزة عليها. يعني أنا عندي هنا تأمل، والمفروض إن هي بتكون جاية مضبوطة يعني عليها حركات عشان أعرف أحدد، بس طالما مش عليها حركات يبقى غالبا كده هتكون على ألف. عندي الكلمة دي هتبقى كلمة تأمل. هكتبها إزاي؟ هكتبها كده تأمل أو تأمل، الاتنين هتكون بنفس الصورة دي. طيب تاني كلمة هتكون ثأر أو ثأرة، هتكون برضو على ألف، همزة متوسطة على ألف. طيب تالت كلمة هتكون يتأهل يتأهل. طبعا أنا الهمزة عندي عليها فتحة وما قبلها عليه فتحة، يبقى الهمزة هترسم على الألف. طيب لو أنا في الكلمة ثأر، إذا كانت الهمزة عليها فتحة وما قبلها فتحة، يعني لو الحركتين متماثلتين هتكون برضو على ألف. طب لو كانت مثلا لو أنا نطقتها ثأرة، يعني نطقتها مرة بالسكون ومرة بالفتحة، يعني ثأر، كده الهمزة عليها سكون وما قبلها مفتوح، يبقى برضو هتكون على ألف. طيب في كلمة تأمل الاتنين حركتين فتحة فهتكون على ألف. طب لو أنا قرأتها تأمل يعني الهمزة عليها سكون وما قبلها مفتوح، برضو هتكون على ألف. طيب تالت كلمة هتكون يأخذ، أدي الهمزة عليها سكون وما قبلها مفتوح فترسم على ألف. فأس، الهمزة عليها سكون وما قبلها مفتوح ترسم على ألف. يأبى، الهمزة عليها برضو سكون وما قبلها مفتوح فترسم على ألف. يبقى دي كده الأمثلة، ودي كده الحل أو كتابة الكلمة بعد ما كونا الحروف مع بعض.
ده كده حل